بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هقول لكم على وصفه جميله جدا او خلطه جميله جدا. تغسلي بيها السجاد بتاعك او الركنه. طبعا ساعات احنا بيبقى عندنا ركنه بيضه او اي لون بتتبهدل بسرعه. طبعا ولادنا ما بيبطلوش، لو في اطفال صغيرين ما بيبطلوش ان هم يلعبوا ويجروا، وطبعا غصب عنهم الحاجه بتتبهدل وبتتدهول وبتبقى شكلها مش غير مرضي يعني. تعالي نسمي بالرحمن ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وهقول لكم على الخلطه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الخلطه اللي معانا النهارده خلطه جميله جدا جدا، وان شاء الله هتجربيها وهتجيلي في الكومنتات وهتدعوا لي كمان، وهتيجي تقولي لي ان هي كانت فوق الممتازه كمان. الوصفه هي معانا ملح ليمون، ومعايا خل. بسم الله الرحمن الرحيم. ملح الليمون ده بتجيبيه من عند الصبانه او اللي هما بيبيعوا الصابون يعني والكلور والحاجات دي، هتلاقي عندهم الملح الليمون. حطي قد كوبايه، نص كوبايه خل، ومعلقه ملح ليمون. وطبعا على حسب ما انت عدد السجاد اللي هتغسليه، او طبعا لو هتعملي بس الركنه طبعا هتاخدي بس مقدار بسيط. معايا صابون، بس تجيبي نوع صابون يكون كويس. مش هينفع ان احنا نغسل بمسحوق. المسحوق لو انت حطيتيه مع المكونات ديت هتلاقيها ما فيش اي رغوه خالص، ومش هتعرفي تغسلي، مش هيبقى في رغوه خالص ان انت تغسلي يعني بيها. لما بيكون نوع الصابون كويس بيرغي كويس ويطلع لك اي اتساخات موجوده في السجاده. ننزل عليها بقى بالميه ندوبها كويس. طبعا بس انا بوريكي نموذج صغير، يعني انت هتحطيها في جردل كبير وتمليه ميه طبعا عشان تقضي معاكي غسيل السجاد. انما انت لو هتعملي هتنضفي الركنه هتبقى مثلا يعني دي كويسه، يعني ممكن كمان تجيبي كمان درق ميه عليها كمان وتشتغلي بيها. اهي يا حبايب قلبي جاهزه على طول للاستخدام او الاستعمال بتاع غسيل السجاد او الركنه. هقول لكم المكونات تاني. ملح ليمون وخل وصابون. طبعا مفيش فيها اسهل من كده، يعني مفيش مكونات اسهل من كده، بس النتيجه بصراحه فوق الوصف، يعني نتيجه مبهره وهتعجبك جدا. طبعا هتاخدي الميه، هتجيبي الفرشه بتاعت السجاد هتغسلي. طبعا انا مش هينفع ان انا يعني المكان عندي مش هينفع ان انا امسك لنفس الموبايل وهوريك انا هعمل ايه. ما فيش حد بيصور معايا يعني، وانا حاطه التليفون يا دوبك بس كده على المطبخ كده وبصور، فما فيش حد يصورني ان انا اوريك انا هعمل ايه. طبعا كنا كلنا عارفين هتاخدي بالفرشه وتغسلي السجاده، هتغسليها وتخلصيها، وبعد كده هتروحي شطفها كويس. بعد ما تشطفيها كويس طبعا عشان يبقى السجاده ريحتها حلوه، هتجيبي نوع معطر حلو او شويه مسحوق من اللي انت بتغسلي بيه، سواء اوتوماتيك او الاريال العادي او الاوكسي، وتقلبيهم في شويه ميه. وبعد كده امسكي السجاده امشي عليها لو انت عندك فرشه من اللي هي بعصايه ديت زي بتاعه المقشه، هتنك ريحه جايه بيها عشان برضو ما تطيش، عشان ظهرك ما يوجعكيش، وتنك ريحه جايه عليها كده على الماشي. انت طبعا كده غسلتيها في الاول غسله حلوه وشطفتيها كويس، بس احنا بنديها بس كمان وش على الماشي كده عشان برضو تبقى ريحتها حلوه. وهتشطفيها وهتسيبيها تتصفى، وبعد كده تنشرها في الشمس. بالنسبه بقى للركنه هتجيبي برضو اللي هي الاسبونشه اللي انا كنت موريها لك قبل كده. الاسبونشه اللي زي دي كده، وهتمسكيها تبليها وتعصريها وتدعكي الركنه كويس. وبعد كده برضو هتجيبي برضو شويه ميه نضاف، وهتجيبي نفس الاسبونشه وتعصيها برضو، تنزليها في قلب الميه وتعصريها، وتروحي برضو ماشيه عليها كده. ولو عندك بقى فوطه او قطعه قماش نظيفه بتستخدميها في الترويق والكلام ده كله، هتبليها ميه برضو وهتمسحي عليه تاني. ان شاء الله هيبقى زي الفل وزي القشطه معاكي.
يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، وتكون الوصفه ان شاء الله تنال اعجابكم. وما تنسونيش بقى في اللايك وشير وسبسكرايب، وخلي بالكم ما تنسوش تقولوا لي في التعليقات استخدمتوا الوصفه وجابت معاكم نتيجه ولا ايه. يلا يا حبايب قلبي، بالتوفيق، اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.